تمام يا شباب، معلش النت فصل عندي ورجع تاني. تمام. وقفنا لحد فين؟ تمام، وقفنا لحد بريطانيا ومحاولتها الأولى. ممكن آدم كده يقول لي آدم. آدم. ايوه ماشي. أيوة يا آدم، بص. بما تفسر محاولة بريطانيا عزل محمد علي؟ ليه بريطانيا عزلت محمد علي؟ آه لكي تطمئن على مصالحها. الاقتصادية في المنطقة، أو لأنها تخشى على مصالحها الاقتصادية في المنطقة، على حسب الطريقة اللي أنت بتجاوب بيها. تمام. طب استنى يا آدم. طب موقف السلطان العثماني لما طلبت إنجلترا إن هي تشيل محمد علي، وافقوا ولا رفضوا؟ آه وافق. وافق. تمام تمام يا آدم. نسأل فاطمة. ايوه مش أيوة يا فاطمة. بص يا فاطمة، إيه هو الفرمان هو الفرمان اللي الصوت عندك عامل صوت أسود على عندك فكرة. عامل است... انا أيوة، إيه هو الفرمان اللي هو يوليو 1806 كان بيتضمن ايه؟ نقل محمد علي إلى ولاية سالونيك. سالونيك في مقدونيا. سالونيك في مقدونيا، وتسليم السلطة آه، ايه؟ دون مقاومة إلى والي عثماني. آخر جاء مع الأسطول. تمام. اللي هو مش محمد بيك الألفي، حد تاني. تمام كده. تمام. طب أشرفت. أيوة. أيوة يا أشرفت، ايه اللي خلى السلطان العثماني يتراجع عن رأيه؟ بسبب ثانية بس. مش تمام، أنا معاك. بسبب موقف الزعمة الشعبية. اه، ان هو وقفت جنب محمد علي، مما ادى الى رضوخ السلطان العثماني وتخليه عن الفكره. تمام تمام يا اشرفت، انا بشكرك. اي، بسبب الموقف ده تدهورت العلاقه بين بريطانيا والسلطان العثماني. تمام كده. هيؤدي الى ايه بقى تدهور العلاقه دي؟ ان بريطانيا هتعمل حمله على مصر. تمام. يبقى هنقول النقطه دي تاني. بريطانيا حاولت محاولتين. الاولى 1806، حاولت اقناع السلطان العثماني بعزل محمد علي وتوليد محمد بيك الالفي المملوك او اي والي عثماني اخر. طيب، موقف السلطان العثماني استجاب واصدر فرمان يوليو 1806. هيسالك فرمان يوليو 1806 بيتضمن ايه؟ هتقول له: واحد، نقل محمد علي الى ولايه سلونيك في مقدونيا، تسليم السلطة دون مقاومة إلى والي عثماني آخر جاء مع الأسطول. طب نفذ ولا لا؟ لا، وقفت الشعامة الشعبية بجانب محمد علي، مما أدى إلى رضوخ السلطان العثماني وتخليه عن الفكرة، وعن فكرة نقل محمد علي، وقام بتثبيته على مصر مرة أخرى. تدهورت العلاقة بين بريطانيا والسلطان العثماني. فإيه اللي حصل بقى؟ بريطانيا قررت إن هي تعمل حملة على مصر، وهي حملة فريزر، لو حد سمعنا عنها يعني. تمام. يبقى المحاولة الثانية ايه بقى؟ بعد ما خلاص بقى تدهورت العلاقة بين العثمانيين وبريطانيا، حصلت المحاولة الثانية اللي هي حملة فريزر. طيب، كانت سنة كام؟ بعديها بسنة، اللي هي مارس أو أقل من سنة، لأن الأولانية كانت في مارس 1807. الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر أو حملة فريزر، الاثنين صح. يبقى حملة الإنجليزية بقيادة فريزر أو حملة فريزر، دي كانت سنة 1807. أهدافها احتلال مصر، خلع محمد علي، تولية محمد بيك الألفي. يبقى عندي المحاولة الثانية. احنا قلنا المحاولة الأولى راحوا لمين؟ للسلطان العثماني وأصدر فرمان، والزعامة الشعبية خلته يتراجع وثبتوا محمد علي على مصر. اتدهورت العلاقة بين العثمانيين وإنجلترا، فعملوا إيه؟ حملة فريزر. دي كانت إمتى؟ مارس 1807. خلي بالك من التواريخ، التواريخ ورا بعض. الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر أهدافها إيه؟ احتلال مصر، خلع محمد علي، تولية محمد بيك الألف. طب النتيجة؟ هزيمة الحملة الإنجليزية في رشيد وحماد. الحملة الإنجليزية لما نزلت رشيد وحماد، طلعوا عليهم الفلاحين بالنبابيت زي ما بيقولوا كده وما كملوش. تمام. ايه اللي حصل؟ ودخل، ما لحقش حتى يوصل محمد علي بالجيش بتاعه. دخل محمد علي اسكندريه منتصر، ولجأ وجلاء الحمله من مصر مقابل ايه؟ الافراج عن الاسرى بس. تمام كده. يبقى النتائج: هزيمه الحمله الانجليزيه في رشيد وحماد، الفلاحين قاموا من الواجب. تمام. اثنين، جلاء الحمله من مصر مقابل الافراج عن الاسرى فقط.
دخل محمد علي الاسكندريه منتصرا حتى قبل ما يحارب. ان نسال الناس. ايوه اشرقت. اشرقت. أيوة يا مس. المحاوله الثانيه كانت ايه؟ حملة فريز. حمله فريزر. إيه فاطمه. أيوة يا فاطمه. مس. ايوه يا فاطمه. إيه كانت سنه كام؟ كانت سنة 1807. 1807 في مارس. تمام. بقياده مين؟ فريزر. الله يفتح عليك. تمام. إيه يوسف شعبان. خامس. اهداف هقول لي واحده بس. تولية محمد بك الألفي. الله يفتح عليك. إيه ادم. ادم. يا ادم. خامس. ايوه يا ادم. اهداف حمله فريزر. احتلال مصر. ايوه. خلع محمد علي. الله يفتح عليك. وتولية محمد بيه الألف. ليك الالف. الله يفتح تولية. عليك يا ادم. تمام يا ادم. الله يفتح عليك. إيه احمد. حضرتك يا مس. النتائج. قول لي نتيجه واحده بس. هزيمة ها. هزيمة الحملة الإنجليزية في رشيد رشيد والحماد. وحماد. الله يفتح عليك يا احمد. مصطفى. مع حضرتك يا مس. ايوه يا مصطفى. النتائج. احمد قال هزيمه الحمله الانجليزيه في رشيد وحماد. قول لي واحده ثانيه. جاء الحملة من مصر مقابل إفراج راجع عن المصري. الأسر. الله يفتح عليك يا مصطفى. يوسف ممدوح. يوسف ممدوح. ايوه يا مس. ايوه يا يوسف. زمايلك قالوا اتنين، فاضل واحده بس من النتائج. دخل محمد علي الاسكندريه منتصرا. الله يفتح عليك. تمام. الله يفتح عليك يا يوسف. تمام. طيب. دلل حاولت بريطانيا التخلص من محمد علي على اقصى اكثر من مره منذ توليه الحكم. هنقوله كل اللي فات ده. حيث حاولت بريطانيا اقناع السلطان العثماني عام 1806 بعزل محمد علي وتعيين محمد بيك الألفي او اي والي عثماني اخر. استجاب السلطان واصدر فرمانا بنقل محمد علي الى ولايه سلونيك بمقدونيا، لكنه لم ينفذ بسبب وقوف الزعامه الشعبيه بجانب محمد علي. ثاني مره ارسلت حمله انجليزيه بقياده فريزر عام 1807 لخلع محمد علي وتولية محمد بيك الألفي، ولكنها فشلت. يبقى دلل محاولات بريطانيا للتخلص من محمد علي أكثر من مرة منذ تولي الحكم، حيث حاولت بريطانيا إقناع السلطان العثماني 1806 بعزل محمد علي وإنه يعين محمد بيك الألفي، لكنه ما واستجاب طبعا السلطان العثماني، لكن ما قدرش ينفذ الفرمان بسبب وقوف الزعامة الشعبية بجانب محمد علي. أرسلت الحملة ثاني مرة الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر عام 1807 لخلع محمد علي وتولية محمد بيك الألفي، ولكنها فشلت. تمام كده؟ طيب تاني مرة، تاني حاجة بقى، محمد علي عايز يتخلص من مين؟ خلاص إنجلترا كده خلاص، كده محمد علي اتخلص منها كده كده من عند ربنا. الزعامة بقى الشعبية. هيعمل ايه محمد علي عشان يتخلص من الزعامة الشعبية، أو بمعنى آخر إن هو يكون الزعامة الشعبية اللي هي خلته يمسك مصر؟ أراد محمد علي الانفراد بحكم مصر دون رقابة أو وصاية من مين؟ من الزعامة الشعبية. عمل إيه بقى؟ قعد يستنى الوقت المناسب عشان يقدر يتخلص من الزعامة دي. طب الزعامة دي كانت بتمثل في مين؟ في حد اسمه عمر مكرم اللي هو نقيب الأشراف. تمام؟ طيب قعد يستنى الوقت المناسب. امتى بقى الوقت المناسب؟ اللي انقسموا فيه الناس بين إن عمر مكرم ده حد مهم وليه مكانة أو لأ. فالوقت ده محمد علي اتدخل وخلع عمر مكرم من نقابة الأشراف. بعد ما خلع خلاص نفاه لدمياط. تمام. عمل ايه بقى؟ فكرة حر التسد اللي هي ايه؟ تبع اليهود كده. يعني ايه؟ فرق بين الناس تسود. تمام. اما جه الناس اتفرقوا بين التقدير ومكانة عمر مكرم، ناس قالوا ليه مكانة وناس قالوا لا ملوش مكانة. انتهز محمد علي هنا الفرصة وخلع محمد علي. اول حاجة عملها ايه؟ خلع من نقابة الاشراف، وبعد كده نفاه الى دمياط 1809. تمام كده. وكمان كان في الوقت ده كان في مجاعة في مصر، كان منسوب النيل قريب، فكان الناس ما كانتش مركزة قوي مع عمر مكرم، فكان ده الوقت المناسب عشان محمد علي يقدر ان هو يشيل
عمر مكرم من مكانه. تمام. يبقى عندي تاني حاجه الزعامه الشعبيه، محمد علي حب ان هو ينفرد بالحكم. عمل ايه؟ استنى الوقت المناسب عشان يتخلص من مين؟ من عمر مكرم، اهم حد فيهم نقيب الايه؟ الاشراف. طب ساعده ده في ايه؟ ان هم انقسموا، اتفرقوا. ناس بقت تقول عمر مكرم ليه مكانه، وناس تقول لك لا ملوش. فعمل ايه محمد علي؟ خلع عمر مكرم الاول من نقابه الاشراف، وبعد كده نفاه الى دمياط سنه 1809. تمام كده. يبقى دي ازاي تخلص محمد علي من الزعامه الشعبيه، وبالطريقه دي تخلص محمد علي من الزعامه الشعبيه بعد لما تخلص من بريطانيا. المماليك بقى، محمد علي تخلص بقى ازاي من المماليك؟ اخر نقطه دي بيقول لك بما تفسر حرص محمد علي منذ بدايه حكمه على التخلص من المماليك. ليه؟ عشان هو شايفهم ان هم فوضويين ومصدر قلق. طب عمل ايه محمد علي عشان يتخلص منهم؟ واحد، حرمهم من المناصب الرفيعه، زي ايه؟ زي مشيخه البلد. اتنين، طردهم في كل مكان ممكن يبقوا موجودين فيه. محمد علي كان بيبعت لهم جيوش صغيره كده عشان يطردهم ويمسكهم. ثالث حاجه واهم حاجه طبعا تدبير مذبحه القلعه 1811. عمل ايه؟ جمع كل المماليك اللي موجودين في قلعه واحده وذبحهم كلهم. تمام. يبقى جمع كل المماليك في قلعه واحده وذبحهم كلهم. دي كانت مذبحه المماليك 1811. تمام كده. دلل اتبع محمد علي عدة أساليب للتخلص من المماليك. ممكن مصطفى يقول لي عمل ايه محمد علي عشان يتخلص من المماليك؟ مصطفى. حرمانهم من تولي مناصب. الناس سامعني. ايوه ايوه يا مصطفى سامعين. حرمانهم من تولي مناصب رفيعة، ايوه مثل مش مشيخة مش البلد. الله يفتح عليك. تمام. ايه تاني؟ مطاردتهم في كل مكان. الله يفتح عليك. تدبير مصلحة. مذبحة القلعة. عام ايوه 1810 ميلادية. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مصطفى. يوسف ممدوح. ايوه يا مس. ايوه يا يوسف. الزعامة الشعبية ازاي عمل ايه محمد علي عشان ينفرد بحكم مصر بالنسبة للزعامة الشعبية؟ خلع مين؟ خلع عمر مكرم من نقابة الأشراف. الله يفتح عليك. ونفاه إلى دمياط سنة نفى دمياط 1809. 1809. تمام. الله يفتح عليك يا يوسف. الله يفتح عليك. أحمد. حضرتك يا مس. ساعده ازاي؟ ايه اللي ساعد محمد علي عشان يخلع عمر مكرم من نقابة الأشراف؟ مش سامع حضرتك. بقول لك ايه اللي ساعد محمد علي عشان يخلع عمر مكرم من نقابة الأشراف؟ بسبب أخذ منافسينه. انقسام القيادات الشعبية حول تقدير ومكانة عمر مكرم. تمام يا أحمد. تمام. قول لي هالي كده تاني معلش. سامعني يا أحمد؟ أيوة يا مس. بص، انتهز محمد علي الفرصة تمام لخلع محمد علي. طب ايه اللي ساعده؟ انقسام القيادات الشعبية حول تقدير ومكانة عمر مكرم. تمام كده؟ على تقدير عملية عمر مكرم بين الناس. تمام. الله يفتح عليك. تمام يا احمد. تمام. طيب. اشرقت. ايوه يا مس. عمر مكرم واجهته ثلاث مشاكل عشان ينفرد بحكم مصر. ايه هم؟ ثلاثة. آه، حمد فريزر والزعامة الشعبية والمماليك. حملة فريزر دي واحدة من المحاولات بريطانيا. يبقى المشاكل اللي واجهت محمد علي أول حاجة بريطانيا، اثنين الزعامة الشعبية، ثلاثة المماليك. طب بريطانيا حصلت إيه؟ نقول فاطمة. بريطانيا عملت إيه؟ حاولت محاولتين يا فاطمة. سامعاني يا فاطمة؟ فاطمة. ايوه يا مس. بريطانيا ايوه حاولت ايوه. محاولتين. تمام. أول محاولة عملت إيه؟ أول محاولة. أيوه. أول محاولة أقنعت السلطان العثماني بعزل محمد علي. تمام. سامعاني يا فاطمة؟ فاطمة. ايوه ايوه يا مس. أيوه. حاولت ايوه يا مس. السلطان العثماني بعزل محمد علي. وافق ولا ما وافقش السلطان العثماني؟ واقف.
وافق واصدر فرمان 1806 صح؟ تمام. نسأل آدم كده، الفرمان ده كان بيتضمن ايه؟ آدم. ماشي. ايوه، الفرمان بقى اللي هو 1806 كان بيتضمن ايه شروطه؟ اللي هو اصدره السلطان العثماني. أو 1806. ان هو نقل مين؟ ها؟ نقل محمد علي محمد علي الى ولاية لولاية سلونيك في مقدونيا. تمام. تمام. وتسليم السلطة دون مقاومة لولي عثماني اخر. تمام. انا هقول بسرعة الدرس من اوله لاخره كده سريعا كده عشان الناس اللي تعرف تلم الدنيا. تمام. احنا قلنا اول حاجه خروج الحمله الفرنسيه من مصر كانت 1800. الناس تركز معايا عشان الم الدرس كله، ركزوا معايا الله يكرمكم. خروج الحمله الفرنسيه كانت 1801. طيب كان في فوضى في مصر من مين لفين؟ من 1801 ل 1805. ليه؟ بسبب الصراع بين المماليك والعثمانيين وانجلترا. تمام. حصل ايه في مصر؟ حصلت ثوره سنه 1804. محمد علي خاف على جنوده. تمام كده، خاف على جنوده. تمام، مش كان خايف على الشعب المصري، لا، على جنوده. فعمل ايه؟ اعلن انضمامه العلماء والمشايخ، اختلط بالاهالي الساقطين لحاجه تتحفظ. عهد للعلماء بان يبذل قصارى جهده عشان يرفع الضرائب. راح تعيين خورشيد باشا وليا على مصر، وبذلك كسب عطف الشعب وثقه زعمائه، ونظروا ليه نظره راجل عادل. تمام. احنا قلنا ما نتائج انضمام محمد علي لثوره الشعب المصري؟ ادى الى كسب عطف الشعب وثقه زعمائه، نظروا اليه كرجل عادل يكره الظلم. طب بما تفسر استطاع محمد علي كسب عاطفه الشعب المصري؟ زي ما قلنا، اعلن الانضمام من العلماء والمشايخ، اختلط بالاهالي الساقطين، تعهد العلماء ان هو يساعدهم في رفع الضرائب، واقترح تعيين خورشيد باشا وليا على مصر. تمام. طيب بعد بقى كده جم اجتمعوا اللي هم العلماء في دار الحكمه، اسمه بيت القاضي، 13 مايو 1805. اتفقوا على ايه؟ عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي، بس بعد ما خدوا عليه المواثيق ان هو ما يعملش حاجه غير لما يرجع له. تمام كده. طيب السلطان العثماني وافق، أصدر فرمان 1805 بعزل خورشيد باشا وعين محمد علي. يعني إيه فرمان؟ أمر سلطاني واجب التنفيذ. تمام. وبالشكل ده ظهرت قوة جديدة هي قوة الشعب المصري. طيب محمد علي كان عايز ينفرد بالحكم، واجهته 3 مشاكل: بريطانيا، الزعامة الشعبية، المماليك. بريطانيا محاولتين: المحاولة الأولى 1806 أقنعوا السلطان العثماني إن هم يشيلوا محمد علي ويحطوا محمد بيك الألف أو أي حد تاني. وافق السلطان العثماني وأصدر فرمان يوليو 1806، لكن الزعامة الشعبية وقفت الفرمان ده وفضل محمد علي ماسك مصر. طب تاني محاولة حملة فريزر كانت 1807 في مارس، حملة إنجليزية بقيادة فريزر هدفها احتلال مصر، خلع محمد علي، تولية محمد بيك الألفي. النتائج: هزيمة الحملة الإنجليزية في رشيد وحماد، جلاء الحملة من مصر مقابل الإفراج عن الأسرى فقط، ودخل محمد علي اسكندرية منتصرا. تمام كده. دول المحاولتين اللي بريطانيا حاولتهم عشان تشيل محمد علي. طب الزعامة الشعبية قال لك لازم اشيل اللي هو عمر مكرم نقيب الاشراف، لكن لازم اختار الوقت المناسب. ايه هو الوقت المناسب ده؟ لما الناس انقسمت في تقدير مكانه عمر مكرم، فانتهز الفرصه، خلع عمر مكرم ونفاه الى دمياط 1809. المماليك بما تفسر حرص محمد علي بدايه حكمه على التخلص من المماليك لانه كان يرى انهم يمثلون مصدر للقلق والفوضى. طب عمل ايه محمد علي عشان يتخلص منهم؟ حرمهم من توليه المناصب العاليه، طردهم ان هو طاردهم في كل مكان، وعمل كمان مذبحة القلعة كانت 1811. بيقول لك دلل اتبع محمد علي عدة أساليب للتخلص من المماليك الأربعة اللي احنا قلناهم، وبذلك بدأ محمد علي بالانفراد بحكم مصر. وإن شاء الله بإذن الله الحصة الجاية هناخده محمد علي عمل إيه في مصر. تمام كده؟ احنا كده الدرس بتاعنا خلص، كله حفظ تقريبا، ما فيهوش فهم تقريبا، كله حفظ أفكار كتير. فيا ريت الناس تحفظ النقط دي، النقط سهله، وبس شايفه ان الدرس سهل ما فيهوش حاجه. فعايزه الناس معلش تركز فيه وتراجع، وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي هناخد اخر درس تاريخ،
وهنراجع مع بعض إن شاء الله. لو في أي سؤال أنا معاكم، وبشكركم جدا، وإلى لقاء آخر بإذن الله. مع السلامة.